انا جربت اعمل ستايل احمد السقا في الديكور وانا متخيله كده بالظبط. ما فرقليش، رأيهم ما يهمنيش، يكش احرجهم. لو دخلت اوضه النوم هتلاقي الاوضه لونها بني، اغلبها خشب وشويه حاجات كده ايه فيها حركه. الاوضه مش ثابته، مش مستقره، تحس ان الاوضه على رمان بلي قاعده تتهز كده وتتحرك. وفيها همك على جنب كده عشان هو ما بينامش زينا على السرير العادي. واما ندخل الليفنج روم هنلاقي الليفنج روم بتاعته برضو كلها حركه، ما فيهاش حاجه ثابته. بين باجز، كنب، بس الكنب ده بيتفتح، يعني ما تحسش ان الدنيا مظبوطه كده، لازم تحس ان الموضوع فيه جري. ولو دخلنا المطبخ هنلاقي المطبخ بتاعه برضو بنفس الفكرة، مطبخ بقى مطبخ جدع فيه كل الحاجات بتاعت المصري الأصيل، أكل شرب كل حاجة، ومطبخ الكرم والضيافة. الحمام أعتقد إن هو هيبقى حمام بسيط جدا، يعني مش متكلف. بس الريسبشن أنا أكتر حاجة عرفناها عن السقا حتى من اللقاءات بتاعته ومن كل حاجة، إن الراجل ده راجل مضياف جدا. الريسبشن عنده هيكون مساحة كبيرة واسعة مفتوحة، فيها سفرة كبيرة جدا لأن هو بيحب يعمل حفلات عنده وبيعمل حفلات شوي. فيها انتريه كبير عشان يستقبل اكبر عدد من الزوار. وعنده بقى بره في الجنينة كل ما لذ وطاب، عنده كلاب، عنده حمام، عنده كل حاجة، وعنده الاسطبلات، عنده خيل، عنده كل الحيوانات اللي انت تتخيل. فعلا هو رمز للجدعنة والرجولة. تفتكروا بقى رأينا ده صح ولا لأ؟ وقولوا لي عاوزين نتكلم عن مين في الفيديو الجاي.